في ناس كتير بتفضل تأجل خطوة تطوير البيزنس عشان منتظرة الوقت المناسب والخبرة المناسبة أو رأس المال القوي اللي يكبر لها البيزنس ده. كل واحد بياخد المبرر اللي هو شايفه ايه يعطله. 4 أسباب بنخاف منهم وبتمنعنا اننا نطور في البيزنس الخاص بينا. خوفنا اصلا من بكره ومن الغموض بتاع بكره. تاني سبب خوفنا من امكانياتنا. تالت سبب ساعات احنا ما بنشوفش ان احنا قد التطور ده. اخر سبب هو انت طموحك، انت هتوصل بطموحك لغايه فين. في MTM Business البرنسبلز بتاعتنا بتشتغل على 3 حاجات. كونسبت اسمه الرزق، الكونسبت التاني اسمه الوفره، الكونسبت التالت الحريه الماليه. ما بنعلمكش ولا بنوصل لك المعلومه عشان تبقى موظف، عشان تشتغل تبع مؤسسه. احنا التارجت ان انت تبقى كواليفايد نوت سيرتيفايد. ناس كتير عايزه تعمل مطعم زي اللي انت شفتيه ده، عايزه تعمل محل زي اللي انت شفتيه ده. يا جماعه دي نتيجه ل 20 سنه شغل. انت مش هتبدا من اولها كده ولا هتخسر. في حاجه اسمها بيبي ستيبس. هي الفكره ان انت كل يوم تطلع سلم. احنا لما بيحصل لنا بين في حياتنا، البين اللي انا اتخبط كده، بين ان انا يجي لي كانسر. انت ممكن تخرج من الكانسر، انت ممكن تفضل في الالم ده ساعتين. انت ده قرارك. يا انت تقرر ان انت تغوص فيه وتقعد طول حياتك، يا انت تقرر ان انت تطلع ليفل اب. وده اللي انا هعلمه لكم في 3 ايام، ازاي تبقوا انتربرينورز.